عمرك حسيت بألم في صدرك وخفت يكون حاجة خطيرة؟ ألم الصدر من أكتر الأعراض اللي بتقلق أي حد، بس مش كل ألم صدر معناه جلطة أو مشكلة في القلب. تعال نفهم الموضوع ببساطة، إمتى تقلق وإمتى نطمن. ألم الصدر له أسباب كتير مش كلها من القلب زي ما قلنا. أهم سبب لازم نفكر فيه طبعا هو القلب، زي الذبحة الصدرية أو الجلطة. ده بيبقى غالبا ألم ضاغط أو ألم تقيل على الصدر، ممكن يمتد للدراع الشمال أو الرقبة، بيجي مع مجهود، عرق، نهجان، غثيان. لكن في أسباب تانية شائعة. عضلات الصدر، ألم يزيد مع الحركة أو الضغط على المكان. المعدة وارتجاع المريء، لما تلاقي في حرقان أو ألم بعد الأكل أو مع الاستلقاء على ظهرك. الرئة، زي الالتهابات أو الجلطات الرئوية، وده بيجي مع كحة وضيق في النفس. القلق والتوتر، ده منتشر جدا وبيعمل ألم مع خفقان وخوف. المهم لو ألم الصدر شديد أو مفاجئ أو مستمر أو مع نهجان أو دوخة، حصل إغماء أو عرق كتير، ما تستناش وتقول هو هيروح لوحده. لو بتعاني من ألم في صدرك متكرر أو مش مطمن، الفحص بدري بيفرق كتير. اطمن على قلبك وصحتك، صحتك ما تتأجلش.